يا ابني انت وهو ارحموني بقى. كهف التربية. يا رجالة، حصن الصلصال العظيم بقى جاهز للدفاع عن الغرفة. محدش هيقدر يخترق دفاعاتنا الليلة دي أبدا. مفهوم يا عسكري حمزة؟ مفهوم جدا يا فندم. أنا جهزت قذائف الصلصال المضادة للآباء، وأي حد هيقرب من الباب هياخد واحدة في وشه على طول. يا ابني انت وهو ارحموني بقى. انا بحاول اركز في الكتاب هنا، وبعدين انتوا سحبتوا كل بطانيات الأوضة. انا هنام ازاي كده؟ دي تضحيات عسكرية يا أستاذ مهند. نام بالجاكيت بتاعك النهاردة، لأن الحصن ده هو اللي هيحمينا من غارة النوم المبكر اللي جاية. بطانيات فوق راسي وصلصال في كل حتة وهبد يهد الجبال. أنا سرير محترم، وظيفتي النوم مش خيمة بدوية يا أستاذ بسام أنت وهو. الحمد لله، البيت هادي جدا أخيرا. أكيد ناموا من التعب بعد كارثة اللولي بتاعت الصبح. تفتكري نفتح الباب نطمن عليهم ولا بلاش؟ افتح الباب بالراحة خالص يا محمود عشان ما يصحوش. أنا مصدقت إنهم ناموا والبيت هدي، مش عايزين أي كوارث تانية قبل ما ننام. ايه المنظر ده؟ احنا دخلنا معسكر للجيش ولا ايه؟ ومين اللي بيضرب صلصال في الضلمه؟ انتوا لسه صاحيين لحد دلوقتي بتعملوا ايه؟ الليل ربنا خلقه للراحه والسكون يا ابطال، مش لضرب النار والمعسكرات. يلا نفك الخيمه دي فورا عشان جسمنا يرتاح ونصحى فايقين وبصحه بكره. طوفان البلكونه في الطريق، تفتكروا السجاد هينجو ولا البيت هيغرق؟ جهزوا العوامات وانتظرونا في الكارثه الجايه.